حيكون متعب لان ما في مايك، بس كويس تسمعوني صح؟ صوتي مسموع. اليوم مثل كل يوم اللي عدى علي، صار اكثر من سنه ونص انا هنا في ساقط الصاوي. من اول دوره كانت لحد هذه الدوره، هي الدوره العاشره. كل شهر انا اعتبر عندي هنا عرس هذا المكان. عرس هو ايش؟ هذا العرس هو تخرجي، تخرج طلابي، تخرج الطلاب والطالبات، تخرج انه تحول الطالب من طالب الى مصور. بس قبل ما احب ابدي بهذا، اليوم انا عندي مناسبه خاصه جدا يعني اتمنى تشاركوني بها يعني. فقبل ما ابدي باي شيء، اتمنى انه في هذا المعرض انا اشكركم جدا، يعني اشكر طلبتي بالاخص يعني، لان انتم خليتوني يعني هالسنه انه اهدي. يعني سبحان الله صادف المعرض هذا في ذكرى السنه اللي مضت، كان معرض الدوره الخامسه، فاليوم اهدي الدوره العاشره، واعتبره اكيد هو موجود واكيد هو فرحان. الشيء بالاخير هو صالحكم انتم، لما كانت شويه قساوتي او بعض يعني يعني سيطرتي عليكم، هو على مود انه طلع لكم هاي الصوره المستوى هذا اللي شفتوه به. انا جدا فرحان بكم، جدا سعيد انه انا اكتسبت اصدقاء، اكتسبت اخوه واخوات واهل، اكتسبت مثل ما كل مره اقول انه كل يوم في مصر وكل مكان والدول العربيه نفسها انه اصبحت عندي بيوت جديده، في يعني بيوت انه اقدر يعني احسبهم مثل اهلي. طبعا نفس الوقت انه احيي الناس اللي اجت من يعني شركت معانا مو بس من مصر، طبعا شركت معانا من فلسطين، اشتركوا معانا من اليمن، اشتركوا معانا من السعوديه، اشتركوا معانا من العراق ومن استراليا نفس الوقت. احييهم طبعا، احيي على كل واحد منكم. اتمنى انه انتم راضين علي، اتمنى انه انا وصلت، رغم انه الدورات القصيره والفتره اللي هي كانت يعني مده شهر وكان محاضرات، تعرف انه هي ما كانت كافيه على مود يعني اعطيكم الاشياء اللي اريدها، بس اعتقد انه انا قدرت انه اوصل شيء وازرع بكم شيء. هذا تقدرون تنقدوني او اي كلام انا مستعد اتقبله منكم. اذا في احد عنده فد ملاحظه ممكن يطرحها، ان كان سلبيه او ايجابيه، واذا ما في انتم براحتكم يعني. ففي احد عنده ملاحظه؟ ويا رب اشوفكم يعني اكثر واكثر، واتمنى من كل واحد يظل يتواصل، يعني يكون فد مصورين، ممكن اطلق عليكم مصورين خلاص، مصورين مبتدئين محترفين، مبتدئين محترفين، ويبقى عليكم يعني. اوكي؟ انا هسه اوزع لكم شهادات كل واحد يكون عنده اسمه، يتفضل هنا في المسرح. حبدي بدولة عزيزة علي، هي حالها حدث هم بيدافعوا عن بلدهم، فحكيت حبدي بعبير عزت من فلسطين. مبروك يا عبير، كيفك؟ كل خير يا رب ان شاء الله. واكيد مدام امال انا اشكرها، رغم هي مصابه بقدمها، ف يعني اكيد انه مصر ما حقدر انه اتكلم عن مصر، يكفي انه انا واقف في ارضها وبلدها وناسها الطيبين، فما الكلمات ما اقدر انه تعبر عن هذا البلد الرائع. فاتشرف مدام اماني، والف مبروك. هو في واحد كان في الكورس كله كان مشاكس وكان نتضرب مع بعض على طول، بس اعرف انه هذا الواحد حيكون لو استمر
حيكون له مستقبل رائع في التصوير الفوتوغرافي في مصر. فحنا فتحي واخيرا هو بقى الوحيد، فاكيد ابن بلدي العراقي ابن الرافدين، هم اذا ما حقلت هم قليل، صديقي واخوي روباء العلي. مبروك، شايفين كل الخير. صوروا مع بعض. يلا حنا شهادات تليفون. ناخذ صورة عادي. شمس تكابر تكابر تغيب وأنت صابر تكابر تغيب. شمس تكابر تكابر تغيب وأنت صابر تكابر تغيب.